السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجه بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى ان شاء الله هنضف غرفة بنوتي، وكمان هنضف الدولاب، وهنغسل بقى السجاد وهنخرج، وكمان هنجيب كده شوية حاجات لرمضان بقى. كل سنة وانتم طيبين. كملي معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. اول بقى حاجة عملتها طبعا دخلت على الغرفة زي ما شفتوا، بس قلت هبدأ بالدولاب. انا عايزة انضف الدولاب وانظمه كده، وفيه هدوم كتيرة صغيرة فعايزة اشيلها لانها طبعا ملهاش اي لازمة، هي بس مليالي الدولاب والولاد مش بيلبسوها. فاول حاجه بقى طبعا سميت الله كده وصليت على الرسول، وابتديت اشيل الهدوم زي ما انتم شايفين كده. والحاجه بقى اللي هحسها طبعا صغيره على الولاد هشيلها. طبعا الشامبو والشاور زي ما انتم شايفين كده. انا من الناس يا جماعه اللي ما بحبش حاجتي تخلص، يعني بجيب الحاجه على الحاجه، عشان خاطر ممكن يجي عليا وقت ما يكونش معايا فلوس اجيب مثلا حاجه محتاجاه. فانا لما بيكون معايا فلوس، متوفر معايا فلوس، بجيب بقى حاجتي على بعضها. يعني ازاي؟ يعني مثلا عندي شامبو مش بستنى على ما بيخلص، لا بجيب علبة كمان. عندي شاور مش بستنى برضو على ما بيخلص، بجيب علبة كمان. عشان كده بحس ان انا بصراحة ما بصرفش كتير. وزي ما قلت لكم في وقت بيجي بيبقى الواحد مش معاه فلوس، فيكون عندي حاجتي مش في الشامبو والشاور بس، في كل حاجة. المهم طبعا ان انا هلمع الدولاب زي ما انتم شايفين كده. انا كنت حاطه فيه جرايد، لقيت عندي الاستيكر ده بصراحه، قلت هلزقه كده على ضرفه الدولاب زي ما انتم شايفين. هو يعني شكله مش باين، ولكن هيحافظ لي على الضرفه بتاعه الدولاب، وكمان يعني لما اجي امسح الضرفه هيبقى سهل ان انا امسحها يعني وانضفها. المهم طبعا طبقت بقى الهدوم زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الحاجه اللي حسيتها ملهاش لازمه يعني ولادي مش هيلبسوها، ابتديت طبعا اشيلها. رصيت طبعا ضرفة عمر، وكمان رصيت بقى جبت المنظمات دي حلوة قوي، انك ترصي فيها هدوم، ترصي فيها الشامبوهات زي ما انا حاطة كده. يعني هي لها استخدامات كتير وحلوة قوي قوي. طبعا برضو المنظم ده حطيت بقى فيه الباديهات، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. برضو نظم لي الدولاب. المهم ان انا طبعا نظفت الضرفه زي ما انتم شايفين كده وخليتها زي الفل. بعد كده طبعا هقفل الدولاب وهلمعه بقى واخليه زي الفل، وابتدي طبعا ادخل على الغرفه انضفها واخليها زي الفل. دايما كده امشي منظمه، دايما اهتمي بحاجتك ورتبي يومك عشان تعرفي تعملي كل اللي وراكي صح. يعني ما تكركبيش الدنيا على دماغك وفي الاخر تحسي ان انت مش عارفه تبداي منين. انا لما حسيت ان الدولاب عايز يتنضف بدات بيه، وبعد كده طبعا نضفت الغرفة زي ما هتشوفوه دلوقتي. كمان هخرج، فعايزة بقى قبل ما اخرج اكون منظمة شقتي، غسل الغسيل بتاعي، مش ورايا اي حاجة، بحيث ان انا لما ارجع اكيد بنبقى راجعين من بره تعبانين مش قادرين نعمل اي حاجة. فانا عايزة بقى اخلص كل حاجة ورايا وهبتدي اخرج زي ما هتشوفوه دلوقتي. المهم كده دايما سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجة بتعمليها، وكمان تخلص بسرعة. طبعا نضفت الشباك الاول، وعايزه اقول لكم بتبقى في حته في ايدي كده برضو بنضف الحيطان عشان لو عليها اي تراب اكون برضو الغرفه كده مسكتها كلها نضفتها وخليتها زي الفل. ابتديت طبعا اشيل يعني التراب من على اي حاجه. وبعد ما بكنس ببتدي بقى المع الترابيزه، المع كل حاجه. انا طبعا لمعت الدولاب لكن هرجع المعه تاني بعد ما اكنس. المهم طبعا ان انا هكنس الاول زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى هبتدي المع التربو، هلمع السرير، التسريحه، كل حاجه في الغرفه هلمع. هي ما بتاخدش اي وقت، الفوطه في ايدي وهبتدي انضف على طول. هنا بقول لكم ان التربو كمان برضو رتبته. الكتب اللي مش يعني بنتي مش محتاجاها شلتها خالص، عشان برضو ما يبقاش التربو مليان كتب ملهاش لازمه. المهم ان انا قلت يعني اشد السرير كده زي ما انتم شايفين، انضف حواليه عشان برضو يفضل نظيف، الغرفه نظيفه كده وما فيهاش اي تراب. انضف على قد ما اقدر عشان افضل محافظه على حاجتي. تقعد بقى وقت طويل على طول بنضف وايدي فيها. ولكن لما باجي بقى انضف ما بتتعبنيش لاني انا ايدي فيها على طول، وبقيه الشقه برضو ايدي فيها. لكن لما اسيب بقى الحاجه بجد بتتكركب على دماغي، وبعد كده انا اللي هتعب، ما حدش تاني هيتعب. فلازم كده اهتم بحاجتي واكون منظمه مرتبه يومي، ماشيه صح، احس ان انا بقى اليوم بتاعي كده سهل واعرف اعمل فيه حاجات كتير. المهم ان انا نظفت طبعا حوالين السرير زي ما شفتوا، وبعد كده طبعا مسحت ورجعته مكانه وشلت التربو كده. حبيت ان انا اغير من الغرفه شويه ولكن بالحاجات اللي فيه.
شلت التربو وحطيته يعني جنب الدولاب زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى ألمع. أنا كنست وشلت التراب من على الحيطان ومن على أي حاجة، ألمع بقى براحتي. عايزة أقول لكم بقى في الوقت ده لما بتلمعي الحاجة بتاعتك بتكون بتبرق ونضيفة وزي الفل، لأن انت شلت التراب من كل مكان في الغرفة بتاعتك، فطبعا بتلمعي بقى بيبان على الحاجة كده ان انت لمعتيها وخليتيها زي الفل. المهم طبعا ان انا هلمع كل حاجة في الغرفة زي ما انتم شايفين. الفوطة اللي في ايديا دي بصراحة بتلمع الخشب والإزاز وخفيفة كده، فما بحسش ان انا ماسكة حاجة في ايدي وفي نفس الوقت بلمع كل حاجة. المهم ان انا مسكت كل حاجة لمعتها وخليتها زي الفل. جبت كمان المفرش بتاع رمضان ده حطيته واحط عليه الحصالة بتاعت ندى، وكمان هلمع الترابيزة. يعني كل حاجة في الغرفة هلمعها واخليها زي الفل. بما اني بقى بنضفها يبقى لازم امسك كل حاجة كده اخليها زي الفل. هاجي كمان على المكتب برضو كل حاجة مسحتها، لان بيبقى فيه تراب ممكن نكون احنا مش شايفينه، ولكن لما بتمسحيه بالفوطة بيبان في الفوطة. فكل حاجة كده مسحتها. وحدة الأدراج نظمتها، الدولاب نظمته، كمان التربو، كل حاجة في الغرفة خليتها زي الفل، عشان أبقى حاسة إن الغرفة كده رايقة ما فيهاش أي كراكيب. بعد كده طبعا جبت ميه واي بقى يعني معطر موجوده عندك، كلوريكس، الوان، اي حاجه موجوده عندك حطيها كده على الميه عشان بتلمع السيراميك وبتخليه ريحته حلو. انا بصراحه بحب كده انظم يومي، بحب اعمل اللي ورايا، لاني انا هخرج زي ما هتشوفوا دلوقتي. ليه؟ انا بصراحه من وقت للتاني كده بحب اخرج اشوف الاسعار، اشوف يعني الحاجه كده اسعارها عامله ايه. لو محتاجه حاجه بجيبها، لو مش محتاجه يبقى انا برضو عرفت الاسعار. المهم ان انا في اليوم ده خرجت طبعا، يعني اللي عرفت اصوره صورته، لان في اماكن ما بترضاش تخلي ان حد يصور فيها. المهم طبعا ان انا نزلت في كارفور زي ما هتشوفوا دلوقتي، لقيته بقى منزل كده كل سنه وانتم طيبين يا مش رمضان. عايزه اقول لكم كده شكله حلو، ولكن الاسعار بصراحه غاليه جدا جدا. انا جبت شويه حاجات كده على قد الفلوس اللي كانت معايا، وقلت بقى خلاص كل ما يعني اخرج ابتدي اجيب الحاجه بتاعه رمضان اللي هي مش رمضان، بس الحاجه اللي انا بحتاجها او الحاجه اللي انا عارفه ان احنا هناكلها. ما تجيبيش حاجه ملهاش لازمه، حرام، الاسعار غاليه جدا جدا. فشوفي ولادك بيحبوا ايه، ابتدي جيبي على قد امكانياتك. المهم طبعا ان انا فرشت الملايه وكمان فرشت الدفايه زي ما انتم شايفين كده، وبقى ببتدي اعطر كده، وبعد كده قفلت الشيش وهقيت بقى الفانوس الحلو ده وكمان فرع النور. وبكده طبعا نظفت غرفه بنوتي وخليتها زي الفل. عايزه اقول لكم بتبرق من كل حته كده، خليتها نظيفه وزي الفل. وكمان بقيه الشقه برضو نظفتها وخليتها زي الفل. عندي بقى شويه غسيل قلت كده اغسلهم، كان بقالي فتره ما غسلتش على الغساله العاديه، فقلت لا انا بقى هبتدي اغسل الغسيل كله، عشان بعد ما اخلص هبتدي اغسل كمان البطانيه. بس طبعا ميه الغسيل ببتدي اتخلص منها وابتدي يعني البطانيه اغسلها طبعا بميه نظيفه لوحدها، بنقعها الاول وبعد كده بسيبها كده لمده نص ساعه لحد طبعا لو فيها اي حاجه تنزل، وبعد كده بشطفها مره واتنين لحد طبعا ما الميه تبقى نظيفه وزي الفل. المهم هنا طبعا كنت غسلت الغسيل وسبته كمان صفى، وبعد كده نشرته، والبطانيه برضو كنت غسلتها ونضفتها ونشرتها. عايزه انشرهم والجو كده شمس عشان يتعقموا ويتشمسوا وكمان يتهووا. طبعا كلنا عارفين ان هدوم الشتاء بتقعد وقت على الحبل. المهم طبعا نشرت كمان في الشباك اللي في المطبخ. جبت بقى السجاده دي عايزه اغسلها. انا مش بغسل عشان رمضان او عشان العيد، انا لما بحس ان حاجتي مش نظيفه ببتدي على طول اغسلها. وكمان زي ما قلت لكم انا هخرج، فعايزه طبعا تكون حاجتي نظيفه وزي الفل. المهم طبعا ان انا هغسل السجاده وانشرها عشان برضو تشمس هي كمان. وبعد كده طبعا هبتدي اخرج زي ما هتشوفوا دلوقتي. كملي معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تحطوا اللايك. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين. ربنا يديمكم في حياتي نعم. هنا نشرت بقى السجاده زي ما انتم شايفين كده، وهنا هبتدي دلوقتي بقى خلصت كل اللي ورايا الحمد لله، وهبتدي بقى هخرج اروح فين؟ عايزين نتمشى كده انا وندى، يعني زهقانه ومن وقت للتاني بحب اخرج كده اشوف الاسعار، فقلت اخدكم معايا كتغيير. يعني الفيديو من اوله كده روتين وتنظيف، واخر الفيديو قلت بقى اخرج شويه كده اتمشى واخدكم معايا. كملوا معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تحطوا اللايك. بحبكم في الله. يلا نشوف احنا هنروح فين. المهم هنا طبعا خرجنا، قلت اخدكم كده معايا كتغيير عشان طبعا ما نزهقش. المهم طبعا في اماكن كتير ما بترضاش تخلي ان حد يصور فيها، فقلت ما فيش مشكله، انا يعني بوريكم ان انا في اليوم ده خرجت كده اتمشيت انا وندى. وطبعا في محل كده عجبني، محل صور زي ما انتم شايفين كده، فقلت اقف كده يعني ابص له شويه لان كان شكله حلو قوي قوي. المهم طبعا نزلنا بقى من المول ده، كان مول ما جبتش منه اي حاجه غير فازه هوريها لكم دلوقتي في اخر الفيديو. وبعد كده بصراحة
رحت على مول عرفة، كنت عايزة اجيب اكياس للملايات، اكياس مخدات يعني. عندي الملاية بيبقى لها كيس واحد، فعايزة اجيب كيسين كده يمشوا على الملاية، هوريهم برضو ليكوا. وجبت كيسين، كان الكيس عامل تقريبا 40 جنيه. المهم ان احنا هنا نزلنا من عند عرفة زي ما انتم شايفين، فقلت انزل بقى على كارفور. كنت بصراحة هجيب علبة لبن، لاني افتكرت ان انا عندي سحلب عايزة اعمله بقى، الجو شتا كده وعايزين نتدفى ونشرب انا وندى، فقلت انزل اجيب يعني علبة حليب. لقيت بصراحة اليميش زي ما هتشوفوا دلوقتي. عايزة اقول لكم الحاجة شكلها حلو قوي وشكلها صابح، ولكن بصراحة الاسعار يعني غالية جدا جدا. هو بصراحة سمح لي ان انا اصور، يعني انا سألته وسمح لي ان انا اصور، ولكن صورت اليميش لان انا مش هجيب حاجة من السوبر ماركت. هو اللي جبته علبة لبن، فما رضيتش اصور يعني، لان طبعا انا كده كده مش هجيب حاجة. المهم طبعا جبت حاجات برضو من يميش رمضان، بس جبت على قد الفلوس اللي كانت معايا، لان انا ما كنتش عارفة ان اليميش يعني نزل. وبعد كده بقى قلت لما ابتدي اخرج اجيب حاجه في حاجه، وطبعا هجيب الحاجه اللي انا عارفه ان احنا بنحبها. انا جبت يعني حاجات هتشوفوها معايا انا عارفه ان دي بنحبها في رمضان فجبتها. المهم ان الحاجه شكلها حلو ويفتح النفس. كل سنه وانتم طيبين. بس الاسعار بصراحه غاليه في كل حاجه انتوا عايزينها، من المكسرات وياميش رمضان والبلح والزبيب وجوز الهند، كل حاجه بصراحه موجوده. وكانت الحاجه كده شكلها يعني صابح وشكلها حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا كل حاجه بقى ولها سعر، بس الاسعار كلها غاليه جدا جدا. المهم ان انا جبت الحاجه اللي انا عايزاها، ولما اخرج تاني برضو هجيب الحاجه اللي انا بحس ان ولادي بياكلوها في رمضان او بيحبوها في رمضان، هبتدي اجيبها. بلاش تجيبي يعني تجيبي حاجه ملهاش لازمه، حرام، لان طبعا الاسعار غاليه. وكمان حرام ان احنا نجيب حاجه وفي الاخر ما نستعملهاش او ما ناكلهاش. المهم يعني ان في كارفور في كل انواع الياميش اللي انتوا عايزينه والمكسرات زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده طبعا روحت بقى صليت المغرب، وبعد كده طبعا هوريكم بقى الحاجات اللي جبتها، واعمل انا وندى بقى كوبايتين سحلب كده، بما اني طبعا جبت الحليب. اول حاجه بقى جبتها زي ما قلت لكم المول اللي انا كنت فيه. الفازه دي عجبتني قوي، وطبعا هي بلاستيك، يعني تشوفيها تقولي يعني ازاز، لكن هي بلاستيك. كانت عامله 15 جنيه. ودي الاكياس اللي جبتها للمخدات كانت عامله 40 جنيه. فجبت يعني اللونين دول قريبين من الملايه اللي انا حابه اجيب لها الاكياس. وبعد كده بقى جبت علبه الحليب زي ما انتم شايفين كده. الحليب بقى غالي جدا على فكره. جبت كمان التمر ده، انا بحبه قوي قوي وده بيبقى طبيعي، فجبته يعني العلبه دي ممكن تعمل مره او اتنين او تلاته كمان. جبت كمان العجوه دي الطحان، دي كانت تقريبا برضو عامله 40 جنيه. وجبت ب60 جنيه عين جمل. والمكسرات انا بجيب نظام كده ب60 ب50. المهم ان انا يكون موجود عندي المكسرات، ولكن على قدي، يعني مش بجيب بالكيلو او بجيب مثلا نص، لا انا بجيب ب50 او ب60. جبت كمان البلح العجوه ده، كان تقريبا عامل 60 جنيه. وهي دي الحاجات اللي انا جبتها. وزي ما قلت لكم بقى، بما اني جبت حليب قلت اعمل كوبايتين سحلب كده انا وندى. ولحد هنا هيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين. ربنا يديمكم في حياتي. نعم. طبعا لكل كوبايه من الحليب بحط معلقه من السحلب زي ما انتم شايفين كده. وببتدي بقى احط السكر اللي يعني اللي انت عايزاه. المهم طبعا ان انا هقلبهم على البارد زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ببتدي ارفعهم على النار لحد طبعا ما الحليب عندي يغلي، بيكون السحلب بتاعي جاهز. طبعا بقدمه لو حابه بقى تحطي عليه مكسرات اي حاجه براحتك خالص، هو بيبقى طعمه حلو كده وبيدفي في الشتاء. كنت معاكم منال عبد المنعم. سلام عليكم.